اقول لحضرتك انه في كلمه مهمه جدا للسيد الرئيس ورؤيه مهمه جدا، اتذكر ان هو تحدث عنها في الندوه التثقيفيه ال 42 الاخيره، وقال انه احنا لما بنرفع الدعم عن سلعه معينه سواء كانت نفطيه او غير نفطيه، ولكن الحقيقه ده بيخفف شويه من خدمه الدين. ويمكن حابه ابسط، تسمحي لي ابسط للسيد طبعا. المشاهد يعني ايه خدمه الدين. يعني بكل بساطه انا لو رحت اقترضت من البنك قرض بقيمه 1000 جنيه، في كل شهر وانا بدفع قسط هذا القرض انا ما بدفعش 100 جنيه، انا بدفع 50 جنيه من راس المال و100 جنيه فوائد فوق هذه القيمه. فخدمه الدين بتكون مثقله على الدوله صحيح. او مثقله على الاقتصاد اكتر بكتير. فاحنا اصبحنا كمان في بعض من الاوقات ان احنا بنستدين عشان نسدد الفوائد اللي واخدينها على الديون. فطبعا كان لابد من الاصلاح الاقتصادي. والحقيقه حتى لو احنا يمكن في هذا العصر لم نلمس هذه الثمار بشكل واضح، ولكن الاجيال القادمه ستجد اقتصادا قويا جدا بمؤشرات قويه. وعايزه اقول لحضرتك انه حتى التصنيف الائتماني لمصر من قبل كثير جدا من المؤسسات زي فيتش وموديز صحيح. حسنت نظرتها الى صح. الاقتصاد المصري. صحيح. يعني يا دكتور كمان تنويع مصادر الدخل ده أثر